أهلا أعزائي المتابعين، فيديو جديد وتأليف جديد من عيار التقيل جدا. تأليف جديد من عيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين. أنا نزلت فيديو امبارح تقريبا عن أنشودة دينية. مش عارف، هي تقريبا كده يا أعزائي المتابعين ما نالتش إعجابكم. هسيبها كمان يومين، لو ما جابتش 40 مشاهدة أنا هعمل لها ديليت الفيديو ده، لأن أنا حاسس كده إن أعزائي المتابعين تقريبا انتوا مش من النوع اللي بيحب الأناشيد الدينية. يعني أنا عموما عملت أنشودة دينية من تأليفي وشكلها كده فاشلة، ما عجبتكوش أعزائي المتابعين. يعني طبعا أحب أتوجه في بداية الفيديو ده بالشكر لدولة العراق اللي دايما داعمين قناتي، حتى رغم ان نسبتهم قلت على مر الفترات، لكن لا يزالون هم اول ناس متابعيني، ثم دولة مصر اللي انا منها، ودولة هندوراس اللي هي جنوب امريكا. كل اعزائي المتابعين اللي في القناة هنا على راسي من فوق، بحبكم من القلب، وياريت نوصل القناة لمليون مشترك يا أعزائي المتابعين، لأن وصول القناة لمليون مشترك حاجة جميلة جدا وهتعمل مميزات كتيرة جدا. وأنا شرحت قبل كده سبب إنشاء قناة القناص إديتور في فيديو خاص، والكلام اللي أنا قلته في الفيديو يعني مش كلام كذب كده أو كلام هبد مثلا بقوله، لأ، الكلام ده بالحق وبالحقيقي، هو ده اللي بيحصل، هو ده الوضع الحالي اللي احنا عايزين نغيره من النهاردة وللأبد. والوضع ده مش هيتغير إلا عن طريق دخول حاجة واحدة بس، مجال التمثيل. طبعا يا أعزائي المتابعين، مجال التمثيل أو مجال الفن هو اللي هيغير حالي للأفضل. فياريت يا أعزائي المتابعين لو تعرفوا ورش تمثيل مجانية، أو مخرج بيعمل تصوير مسلسلات أو حاجة، فيا أعزائي المتابعين ياريت تبلغوني، لأن احنا في بداية رحلتنا لدخول مجال الفن، فالرحلة طويلة وشاقة جدا، ومشواري الفني بيبدأ من الوقت. فأعزائي المتابعين ساعدونا عشان نوصل للشهرة والنجومية. احنا عايزين القناة توصل مليون مشترك. أشوفكم في فيديو جديد يا أعزائي المتابعين، مع السلامة.